بطلة المسلسل اسمها عفيفة، أستاذة في كتابة القصص الدرامية، وفجأة بتلاقي نفسها بطلة قصة حقيقية مع المافيا. سيناريست شاطرة بتقول للناس ازاي يكتبوا أحداث فيها صراع ومواجهة، بس الدنيا قررت تديها درس عملي. هو ايه الحكاية؟ عفيفة رجعت من مقابلة في شركة إنتاج، المديرة قالت لها بصراحة الحكاية بتاعتك مش عجباني، وهديك مهلة أسبوع تجيب حكاية تانية. المشكلة في الحكاية بتاعتك الأحداث باردة وما فيهاش فوضى. عفيفة ما كانتش تعرف ان الفوضى مستنياها في المطعم، الموظفين اللي شغالين عندهم سابوهم علشان ما فيش مرتبات، وهي تجيب مرتبات منين وهم عليها اقساط ومخالفات، وما كانش قدامها غير انها تشغل امها واخوها في المطبخ تحاول تلم الليلة. وقبل ما نتعرف على بطلة المسلسل عندها كلمتين عايزة تقولهم. بطل المسلسل اسمه كمال، هو ولاد عمه راجعين لبيت العيلة كلها معزومة على الغداء من أكبر واحد لأصغر واحد فيهم. هنشوف كمال بيسلم على التيتا بديعة كبيرة العيلة، وجاتنا السهاني اللي تبقى خطيبته. جدته دايما بتهزقه لأنه كان لازم يتجوزها من زمان قوي، بس قال لها مش وقته خالص. ردت عليه مش وقته واللي زيك عندهم عيال. بيجي ابنها قدرة عم كمال، خد نسليهان عندهم شغل مع مقاول عندهم في البيت. نسليهان تبقى بنت قدرة بالتبني وما يرضاش حد يغلط فيها، لدرجة إنه في واحد سأله البنت مش منتكم مسكتها الأمور المالية ليه؟ قدرة قفل بقه وقالوا دي بنتي ومش هسمح لحد يتكلم عليها. نسيت اعرفكم، ده بيت عيلة ينكلار، عيلة مافيا قديمة شغالين في الربا من ايام زمان، بيدوا قروض للناس اللي البنك بيرفض يديهم، عاملين اللي فيها بيساعدوا الغلابة وهم بياخدوا منهم فوائد ربوية 10 اضعاف البنك، ولو فكرت ما ترجعش الفلوس هم هيشيلوا الفكرة من دماغك، ولو لسه ما دفعتش هيفضلوا وراك لحد ما تدفع. من الاخر ما عندكش خيارات غير الدفع. العيلة دي شغلها كله شمال. بيجي واحد اسمه نوري، كمان كان عنده من شويه. طب ايه اللي جابه؟ نوري ده قبل كام ساعه كان بيضرب دسان واخواته. بيجي كمال بيساله ايه الحكايه، قال له عمل كل اللي يقدر عليه وباع كل حاجه في بيتهم علشان يسدد دينه، بس اتاخرت كام يوم. قالوا له الفايده زادت ولازم يدفع اكتر. نوري اتعصب وضربهم هما الثلاثه وقال لهم فلوسكم مش هرجعها. كمال ضربه وقال له الفلوس هترجعها وياك تمد ايدك على واحد من العيله. نرجع لنور اللي كان بيقول بعد ما بعت اللي ورايا واللي قدامي علشان ارجع لكم الفلوس، رجعت البيت ما لقيتش لا مراتي ولا عيالي. مراتي عايزه الطلاق وعيالي مش هشوفهم، ده انتوا دمرتوا عيله كامله. بيقول لهم يا ريت لو يخلصوا عليه، وهددهم لو ما عملوش كده هيخلص على نفسه. كمال بيحاول يهديه وقال له عيلتنا مش فارق معاها لو عملت حاجه في روحك، احنا عيله مافيا وفلوسنا كلها ربا، اكيد مش هيفرق معاهم لو غرت في داهيه وهيرجعوا يكملوا اكل عادي. انت كده مش بتعاقبنا، انت بتعاقب نفسك. وعلى فكره لو ما خداش الفلوس منك هنفضل ورا مراتك وعيالك لحد ما يدفعوا. ايه عايزهم يتعذبوا بسببك؟ وعشان ما جيتك المهله اللي كانت 3 ايام بقت 3 شهور. العيله مش عاجبها ازاي يديله مهله 3 شهور، بس كمال كلمته هي اللي هتمشي. عمه بيكلمه عن واحده خدت منهم فلوس، مضت كمبياله على بياض وما بتردش على الموبايل، يروح يشوف هتدفع امتى، وقبل ما يروح لها هيروح يطمن على ابوه في دار المسنين. السؤال هو ليه ابوه في دار المسنين مش في بيت العيله؟ للاسف في مشاكل كبيره بينهم، مين الصح ومين الغلط هنعرف بعد شويه. المهم بيقعد مع الممرض اللي قال له ابوك تعبنا معاه، كل يوم بالليل بيخرج ما نعرفش بيروح فين، وبيرجع هدومه كلها تراب وحالته بالويل، ودايما بيديله مهدئات عشان بيضايق الناس، وهو بيندى على واحده اسمها جونول. وقبل ما يمشي كمان اداله فلوس علشان يستحملوه، وطلع من غير ما يشوف ابوه. الأم وبنتها لسه بيجهزوا الأكل، أمها اسمها بديعة، هي وجوزها المرحوم كانوا بيشتغلوا في المسرح، وبيجي أخوها اللي اسمه علي ومعاه بنت اسمها فيدان. أخوها كان بيغني في الشارع بيلم فلوس يصرف على نفسه. بعد ما خلص شاف فيدان اتكلم معاها شوية وسألها لو جعانة تيجي المطعم عندهم. عفوا وريتها المطعم والجنينة وسألتها حكايتها، قالت لها كانت بتدرس في الجامعة وبتدور على شغل ومكان تبات فيه لأن جوز أمها طردها من البيت. قالت له ولا يهمك هتشتغلي عندنا وفي أوضة فاضية تقعدي فيها، على فكرة نسيت أقول لكم بيتهم فوق المطعم. عفيفة وضعها صعب علشان كده بيقدموا في المطعم وجبة الغدا بس ومفيش أي خيارات تانية. كمال قاعد مع واحد صاحبه اسمه فرحات، بيقول له على نوري اللي كان ممكن يخلص على نفسه، وبيقول الحياة مش مستاهلة، لو على الفلوس معاه فلوس هو ليه بيشتغل الشغلانة دي؟ صاحبه قال له أنا عارف أنت تقصد إيه، أنت عارف لو على الإجرام فهو مجرم أكتر من عيلته كلها، بس تاب وبقى رجل أعمال. وقال له أنا ممكن أساعدك تفتح مشروعك الخاص، ولو عايز تحقق حلمك وتشتري بيت على البحر ولا يهمك. كمال قال له المشكلة إنه من عيلة ينكلار، حياتهم كده، وحتى لو بيفكر يسيبهم مش هيقدر. كمال عنده حلم دايما بيحلم بيه، بيت صغير على البحر ومركب، ومع شريكة أحلامه اللي لسه ما نعرفش هي مين. هو هيتجوز نسليهان، بس نسليهان مش موجودة في أحلامه. في المطعم عفيفة قاعدة مع صاحبتها اللي زي أختها وبتشتغل معاها في فرقة الكتابة. المهم بيجي كمال وبيسأل على بديعة. عفيفة جت تعرف هو مين وعايز ايه، قال لها أمك خدت مننا فلوس وعدى شهر وما دفعتش ولا قسط والفايدة زادت. سألته أنت بتقول إحنا، أنتوا مين؟ قال لها إحنا بندي فلوس لما البنك يرفض يديهم، ووريها الورقة اللي عليها مضة
ضمان ومبلغ الدين بيسيبوه فاضي وهم هيحطوا الرقم اللي عايزينه. سألته يعني انتوا مش البنك والفايدة رقم خرافي ليه؟ احنا ما عندناش فلوس ومش هنقدر نسدد مبلغ زي ده. قال لها ولا مرة فشلت ارجع الفلوس بتاعتنا، والفلوس لما رجعتش بالذوق بترجع بالعافية، وانت اكيد مش عايزة تعرفي ايه اللي ممكن اعمله. امها اعتذرت لها وعرفتها انها خدت الفلوس، وخطيبها باتوري هو اللي قالها تعمل كده. كمال سألها انت اسمك عفيفة؟ قالت له ايوه اسمها عفيفة جالي. قال لها في السجن سنة 2017 كنت بتدي دروس في كتابة السيناريو للمساجين، وكنت احسن استاذة مرت علينا. نرجع لموضوعنا، لازم تشوفوا حل وترجعوا الفلوس. قال لها وهنا هتشوفوا امضة الست بديعة، واحنا بنكتب الرقم وبنسلمه للمحكمة لو ما دفعتوش الفلوس اللي عليكم. عفيفة خدت الورقة وقطعتها. قال لها فاكرين عبيطة اجيب الورقة الاصلية معايا؟ دي صورة، فكري وكلميني. العم قدرة جمعهم في المكتب وادالهم مرتباتهم. ابنه دستان مش عاجبه المرتب القليل. ابوه قال له احنا بنسلف الفلوس وبنرجعها وما اقدرش اديكم اكتر من كده، الشرطة بتراقبنا. ده كمال عربيته قديمة وهو يقدر يجيب اغلى عربية في التوكيل، واخوك عايز عربية اقدر اجيب له فراري، بس الشرطة هتسأل جبت الفلوس دي منين. ده غير الناس اللي بتقول علينا حرامية ونصابين، وعلشان كده بفكر اعمل مشاريع قانونية بعدها اعملوا اللي انتوا عايزينه. في المطعم عفيفة بتسأل أمها وخطيبها إيه حكاية القرض. باتوري وراها ورقة ملكية أسهم في شركة. يبقى استلفت فلوس من بتوع الربا علشان الأسهم؟ قال إيه شركة كورية هتشتري الشركة اللي اشترى الأسهم بتاعتها والسهم هيطير للسما. على فكرة النصابين بيلعبوا على وتر الغنى السريع والثراء الفاحش، فياريت ما تصدقوش الكلام الفارغ ده، ولو في فرصة بجد استثمر بفلوس زيادة مش تستلف. المشكلة إن العبيط ده ضحك على الست ووقعها في مشكلة وهو ما معهوش لا فلوس ولا بيت يرهنه. عفيفة قالت لهم لنفترض انه كلامك صح، معقولة تروحوا المافيا تستلفوا منهم؟ امها بتطمنها كلها يومين والاسهم تطير واحنا نطير معاها. كمال ونسلام في المطعم بيتفاهموا معاها على طريقة الدفع. فهمتها كل يوم هياخدوا 60% من أرباح المطعم كفوايد لحد ما يسددوا الدين الأساسي. تخيلوا 60% فوايد. وقال إيه يا عم قدرت كان زعلان ليه الناس بتقول عليهم حرامية ونصابين. كمال عرفها إنهم مش عايزين مشاكل، وكل يوم هيبعتوا حد يلم الفلوس ويمشي. وبعد ما مشيوا عفيفة فهمت انهم هيفلسوا قريب ومش فاضل كتير. مدير دار المسنين بلغ كمان انهم مش هيقدروا يستحملوا ابوه اكتر من كده ولازم يجي ياخده. في ست طيبة هناك قالت له ابوك بيضايقنا بصوته العالي بس انسان طيب ومحترم، وامبارح صورت فيديو ولازم تشوفه. وريته الفيديو، في 2 من التمريض ماسكين ابوه بيضربوه جامد. قال ايه علشان ما سمعش كلامهم. الفيديو اثر فيه وقال لها تخرج تقعد بره. راح اوضه التمريض واحنا مش سامعين غير صوت ناس بتتضرب وحاجات بتتكسر. خرج من عندهم وهم مرميين في الارض. كمال هياخد ابوه البيت. ابوه اسمه محرم وشاف الجروح الكتير اللي على ظهره. كمال سابه وراح يكلم نسلان، قال لها تكلم المدير وتطرد المجرمين دول. كمال قال له انت ليه دايما بتجيب في سيره ست سابت ابنها وجوزها ومشيت؟ انت علشان كده بيقولوا عليك جبان، وعلشان كده عيلتك بتستعر منك. رد عليه قول علي اي حاجه بس ما تغلطش فيها. في المطعم بنشوف دستان وشاهين ولاد قدرت جايين يلموا الفلوس. دستان مش عاجبه الشغلانه وبيفش غله في اي حد معدي. عفيفه قالت له يقعد بره علشان في زباين، بس هو مش راضي ووقع عوهته بالغلط والزباين اتخانقت معاه. المجنون ضرب اخوه وضرب اخوها علي، جابت بخاخ فلفل رشته في وشه وكلموا الشرطه. نسلهان كلمت كمال يلحق ولاد عمه. لما دخل وشافها قالت له قدام الضابط هو ده اللي مش عايزين مشاكل، ايه شغل المافيا ده؟ قال لها ولا يهمك اللي اتكسر يتصلح. الضابط بيقول له لو مش هيتصالحوا هاخدهم الاسم هتشتكي على ابن عمك. قالت انها مش هتسامحه غير لما يعتذر. كمان خد ابن عمه على الانفراد وقال له عيلتنا بتهرب من الشرطه وانا ونسلان عايزين نخرج العيله من الماضي القذر وانت بتجيب لنا الشرطه. انت تستسمح الست والموضوع يخلص. دستان مش عايز. كمال ضربه بالذوق مش نافع يبقى بالعافيه. دستان خرج واعتذر لعفيفه وهي مش هتشتكي. الضابط قال لكمال انا عارف انتوا مين وبتشتغلوا ايه، وعفيفه غاليه علينا ونعرفها من وهي صغيره ومش هسمح يجرى لها حاجه. في الليل دستان كان زعلان علشان كمال ضربه، وقال كمال لو كان كسر المحل كان وقفتوا جنبه. نسيان قالت له كنا هنقف جنبه. ما تنساش انه ضيع 2 من عمره في السجن علشان يحمي ابوك، وضيع كمان 2 من عمره علشان يحمي ابوه. هو كان بيحمي العيله وانت كنت بتلعب في الشارع. وعلى فكره لما شافك مزنوق بعتلك فلوس من حصته. عرفت ليه كلنا بنقف جنبه؟ كمال بياخد باله من ابوه اللي حالته صعبه، مناعته ضعيفه، ما بياكلش وبينسى الادويه وما ينفعش يسيبه في البيت، وهياخده معاه المطعم وهو بيلم الفلوس. ادى تعويض لامها وقال لها ابوه هيجي معاه كل يوم علشان تعبان. محرم قعد في الجنينه وعفيفه جابت له اكل وخلته يجربه. الاكل ما عجبوش بس جبر في خاطرها. بعد شويه بيجي باتوري ومعاه اخبار وحشه، الاسهم ما ارتفعتش وممكن تاخد 2 شهر كمان. عفيفه عرفته انه هيقعد معاهم كام شهر. كمال عرف جدته ان ابنها تعبان وهيقعد عنده. قالت له ولا يهمك احنا نساعده. قال لها
هو ساب عيلته واحنا سبناه، وده واجبي ولازم اعمله. الاسبوع خلص وعفيفة واصحابها عندهم مقابلة مع مديرة شركة الانتاج، كانوا محضرين 3 حكايات وملخص كل قصة. بس المديرة ما اقتنعتش بولا واحدة. هنا صاحبتها اتدخلت وقالت في قصة مش محضرينها بس ممكن اختصرها. قصة حقيقية عن ست عندها مطعم في حي شعبي في اسطنبول. المطعم ده عليه ديون كتير وبتحاول تعمل كل اللي تقدر عليه علشان المطعم ما يقفلش، وفي يوم لقت نفسها غرقانة في دين كبير، دين هي ملهاش اي ذنب فيه. عارفة كانت مستغربة لانها ما قالت لهاش انها هتحكي قصتها، بس كملت وقالت بيجي محصل ديون راجل غامض اللي بيشوفه بيقول عليه آلة دمار، وهي بتتسابق مع الزمن علشان تدفع دين امها. عفيفة بتقول اكيد الحكاية مش هتعجبها. المديرة قالت لها بالعكس دي احلى من القصص التانية وهتديهم فرصة يكتبوا الفكرة وممكن توافق. في البيت صاحبتها قالت لها ما كانتش عايزة تقول قصتها بس كان لازم تتصرف. المشكلة عند عفيفة انه الكتاب محتاجة وقت وهي عايزة فلوس حالا. بتولي قال لها نستغل انه كمال بيحترمك، نعزمه هو ونسليهان على العشاء ونطلب منهم يخففوا الفايدة. في المطعم كمال كان بيمدح في عفيفة، بيقول انها اثرت فيه وقرا كل الكتب اللي قالت عليها. نسليهان غيرت الموضوع وسألتها لو ليها عمل مشهور. بتولي قال لها مسلسل اغسني اغا واخد جوائز. قالت له بس ده قديم قوي. نسليهان حاولت تقلل منها وعفيفة اكيد مش هتسكت والخناقة كبرت. كمال كلم باتوري اللي قال له انهم عايزين يخفضوا الفايدة، هو موافق بس هيسأل نسليهان. رجعوا لقوهم لسه بيتخانقوا. نسليهان بتقول لها ما تعزموش الناس على مطاعم غالية انتوا مش قدها علشان مصيركم ما يبقاش اسوأ من ابطال المسلسلات بتاعتكم. ردت عليها على الاقل احنا ابطال الحكاية وانت شريرة الحكاية. في العربية كمال كان بيمدح في عفيفة بس نسليهان كانت مهورة وقالت له مش هخفض ولا حتى 1% واشوف البطلة بتاعتك هتعمل ايه. عفيفة بتتوعد نسليهان هتشوف الشر على أصوله وهتعمل مسلسل هي الشريرة وهتخلي الناس مش طايقة تبص في وشها. تيتة كمال جت تزور ابنها وقالت له ابنك هيتجوز نسليهان وما تعملش مشاكل، هو مش عايز ابنه يتجوزها. قالت له انا كنت سمعت انك كنت هتغلط وهتقول حاجات ما ينفعش تتقال، في اسرار لازم تفضل مدفونة علشان العيلة ما تروحش فيها. بتقول له مش جايز بيتهيألك ومفيش حاجة حصلت. هي وصلت انك تشككيه في نفسه، فتح لها الباب علشان تخرج. عفيفة خلاص وافقت وهتكتب قصتها بس في مشكلة انه النت ما فيهوش قصص كتير على المحصلين الديون. صاحبتها قالت لها اسألي كمال. قالت لها ايه العبط ده، كأنك بتسألي المافيا لو هم مجرمين ولا لا. نسليهان بتقول لجدتها خايفة من عفيفة. كمال طيب بس الست دي بيحترمها قوي واهتمامه بيها مش مطمنها. في المطعم كالعادة كمال وابوه موجودين. محرم بقاله مدة ما بيتكلمش، النهاردة اخيرا بيتكلم وساعد ام عفيفة في المطبخ. عفيفة عرفت كمال انها محتاجة مساعدة تفهم عالمهم. كمال بيتضايق وبيخرج بسرعة. قالت له شركة الانتاج موافقتش غير على الفكرة دي ولازم تساعدنا لو عايزين فلوسكم. هيسيبها ويمشي. وقال لابوه الست هانم عايزاني اعرفها بشغلنا وعايزة تطلعنا مجرمين. ابوه قال له انت مستغرب ليه، مش هي دي الحقيقة؟ قال له احنا بنرجع فلوسنا. رد عليه الكلام ده تقوله لحد تاني، انا اشتغلت شغلانتك 20 سنة ولسه مش عارف انسى المصايب اللي عملتها. ده في ناس خلصوا على روحهم بسبب عيلتك. ما تزعلش من عفيفة، ازعل من عيلتك اللي ضيعتك. في واحد خد من عيلة ينكلار فلوس كتير وبيقول لكمال الفلوس كانت كاملة بس بنته عيانة وخدها المستشفى. كمال سامحه ومدد له الموعد. في المكتب قدرت كان بيقول لكمال انت بقيت حنين والناس هتسرقنا، وهيوريه فيديو للراجل. الراجل طلع كداب وبنته مش عيانة والفلوس خدها يلعب بيها قمار. دستان لحقه وخد الفلوس وضربه نار على رجليه. كمال سأل عمه انت عرفت منين؟ قدرت قال له انا مراقبكم كلكم بالكاميرات. نسليهان بتسمع الكلام ودستان غبي وانت بقيت حنين. كمال قال له طيب ومين اللي بيراقبك؟ قال له ما تخافش المكتب بتاعي بيتفتش كل اسبوع. كمال قال لدستان اياك تجيب مسدس. دستان بيرفع المسدس في وش كمال. كمال ضربه وخد المسدس. قال له المسدسات دي انا منعتها لانها بتستفز الناس اللي قدامك وممكن يخلصوا عليك. كمال بيقول لعمه الراجل ده كان بتاعي وانا اعرف اجيب الفلوس منه، وبالنسبه للكاميرات دي حركه زباله كنت ممكن اتوقعها من ابنك بس مش منك. قال له انا فهمتك وخلاص، وقت المصلحه بتبقوا عيله وغير كده نصابين. وقال لنسليهان انت اكيد كنت عارفه خبيتي ليه. خلاص مش هتثقوا فيا مش مشكله، هشتغل في توكيل العربيات وماليش دعوه بيكم. من شوية قدرت قال مفيش حد بيراقبه بس الشرطة كانت بتراقبه صوت وصورة. محرم شاف ابنه راجع منهار، عيلته مش بتثق فيه. راح لعفيفة المطعم وقال لها موافق يساعدها تكتب القصة وهيقول لها حاجات لا يمكن تتصورها بس لازم قلبها يبقى جامد. قال لها انت كلامك صح، احنا دمرنا حياة ناس كتير، هو عمل مصايب وابوه عمل مصايب اكتر، هم مافيا وعيلة زبالة، وهو استفاد من دروسها وكتب قصص ممكن تفيدها. كان باين عليه الندم.
فاكرين حلم كمال البيت والبحر؟ لأول مرة بيشوف في الحلم شريكة حياته هي عفيفة. قام من النوم سعيد جدا وراح المطعم مع أبوه اللي صحته بتتحسن. عمه وجدته بيزوروه في البيت. عمه بيعتذر وعايزه يرجع الشغل من تاني، وقال له حابني مول وعماير وهغير من نشاط العيلة. وبديعة بتقول لابنها ينسى الماضي. قال لها صلحوا الماضي بس مش على حساب ابني. كمال قال له أنا كنت بسمع كلامك وبعمل كل حاجة أنت عايزها، بس ده كان زمان. كمال اتغير. تاني يوم راح يشوف ابوه، بيلاقي رساله مكتوب فيها رايح عند ابر امه. كلم جدته يسالها ابرها فين، قالت له في الحته الفلانيه وقالت اسمها. الغريبة انه جوز بديعة عنده زهايمر، بس لما سمع اسم ام كمال افتكر وقال لها انت نسيتي ابرها مش هناك. وسأل نسيان عن ابر ابوها وامها فين، قالت له هي يتيمة ومتعرفش ابرهم فين. بديعة مشت نسيان وقالت لجوزها يقفل بقه خالص، ولو مش هيقفله مستعدة تخلص عليه ولا انه سر من اسرار العيلة يتكشف. العيلة دي عملت ايه اكتر من كده؟ كمان راح المقبرة والحارس قال له ابوك دايما بيجي هنا. اخيرا بيفهم هو ليه هدومه بتبقى تراب. ابوه هيقول له على حكاية امه بس مش كلها. امه اتقدمت على طبق من ذهب لعيلة ينكلار كسداد للدين، وابوه وافق يتجوزها. وامه كانت بتحب ابنها وبتحب جوزها، بس عيلة ينكلار افتروا عليها ومش هقدر اقولك اكتر من كده. كمال خايف يسأله لانه خايف يعرف الحقيقة. محرم بيقول لابنه ام بديعة عايز ترجعه الدار. كمال راح لهم وعرفهم ابوه هيفضل قاعد معاه. كمال وابوه رايحين المطعم، بالصدفة بيشوف صاحبتها وباتوري مع بعض، واكتشف انهم على علاقة. في المطعم كان مستنيهم وقال لعفيفة الاتنين دول شفتهم بالصدفة وعندهم حاجة يقولوها، وسابهم ومشي. اعترف انهم بيحبوا بعض. رمت مية في وشه وقالت لها اعملوا اللي انتوا عايزينه بعيد عنها. عفيفة كانت مصدومة، صاحبتها وخطيبها خانوها وفرقة المؤلفين بتاعتها راحت والديون لسه موجودة. عفيفة كان عندها قناعة ان الراجل والست ممكن يبقوا اصحاب، لدرجة انها كانت سايبة خطيبها يبقى صاحب صاحبتها. كمال حاول يساعدها وعزم رجال أعمال صحابه في المطعم ودفعوا فلوس كتير، سددت ديون شهر كامل. قالت له غريبة انت طلعت انسان طيب مع انك مافيا، واتأكدت اكتر من كده لما شافت كل اصحابه بيحترموه. عفيفة عندها مشكلة، هي مؤلفة وعندها فكرة، بس المشكلة لما تيجي تكتب مسلسل تركي بتحتاج فرقة مؤلفين علشان تملى 3 ساعات مدة الحلقة. وعلشان كده قعدت مع اللي كانت صاحبتها واللي كان خطيبها، بتقول لهم لازم يعرفوا انها بتكرههم ومش عايزة تشوف وشهم، بس مجبرة تشتغل معاهم واكيد هيوافقوا جايز المسلسل ينجح. دفنة بتقول لها انها انفصلت عن باتوري. نسليهان جت وبتقول لكمال انت كل يوم عند عفيفة، عايزك بالمرة تقول لها الاسهم بتاعتها مش هترتفع، واتضحك عليهم في ريت مهد لهم اننا هناخد البيت والمطعم، وعرفته انها بتراقبه وفاهمة انه في حاجة بينه وبينها. في المطعم كمال كان بيقول لهم فلوسهم طارت والأسهم مفيش فيها أمل، وبكده عفيفة خسرت أي أمل إنها تجيب فلوس. جت أمها اتأسفت على الغلط اللي عملته وهتحاول تصلح غلطتها، وهتطلب من أمها وأبوها فلوس. علي هيقول لنا إيه حكاية جد وجدة عفيفة. جد عفيفة اسمه ممتاز، مهندس معماري مشهور جدا، ومراته دكتورة أعصاب. الاتنين دول أساتذة جامعيين وهم من عوائل ثرية. الناس بتقول على ممتاز يقدر يشتري نص اسطنبول. بديعة بعد ما خلصت الثانوية أهلها بيبعتوها أمريكا تدرس طب. بديعة ما كانتش بتروح الكلية وكانت سجلت في معهد تمثيل في نيويورك. أبوها لما اكتشف قطع عنها المصروف، حاولت تشتغل ما قدرش تستحمل، رجعت تركيا واكتشفت إن أهلها بيتبروا منها، بس فضلت مكملة في سكة التمثيل. اتجوزت أبوهم، بعدها بيفتتحوا المسرح الخاص بيهم، ومن وقتها ما شافتش لا أبوها ولا أمها. وصلوا القصر في البداية ممتاز ومراته ما كانش عايزين يشوفوهم، بس دخلوا بالعافية. بديعة بتقول لأبوها وأمها عليها ديون وهياخدوا منها البيت والمطعم. سألهم عفيفة بتشتغل ايه؟ عرفتهم انها مؤلفة بس ما بتشتغلش، واخوها بيغني في الشارع. ممتاز بيعاير بنته ودي نتيجة اختياراتك القديمة. أمها بتقول لها استفدت ايه لما سبت عيلتك؟ ويا ريت لو في فايدة، دول عيالك مش لاقيين ياكلوا، ده غير انك بعد 40 سنة جاية تطلبي فلوس. ردت عليها انتوا 2 ارستقراطيين خسرتوا بنتكم، بس عيالي لسه جنبي. أمها بتقول لها انت لما سبت الجامعة وسبتينا ابوك اتجلط مرتين وكان قرب يموت، وهي بقالها 40 سنة بتاخد ادويتك علشان الرعشة اللي في ايديها. بترد هي كل اللي كانت عايزاه تمثل. قال لها المشكلة احنا وقفنا قصادك لانك مش عارفة انت عايزة ايه، وللاسف عيالك طلعوا زيك هم كمان مش عارفين عايزين ايه. امها بتقول لها انت عايزة فلوس، كل اللي عايزينه منك اعتذار. بديعة يا دوب هتعتذر عفيفة تتدخل وبتقول انها بتقدر المعاناة اللي مروا بيها، وكلامهم صح، بنتهم مش قد المسؤولية. ده هي غيرت لعلي اكتر من امها، وفي مرة ابوها وامها نسيهم في بنزينة. هي واخوها كانوا بيعانوا لانهم كانوا بيسافروا كتير وناموا في العربية، بس
بس عمرهم ما استنوا اعتذار على المعاناة اللي شافوها. وعلى فكرة هي ست شافت الغدر من ابوها وامها اللي اتبروا منها لانها خدت قرار غلط. عيلة غريبة اغنياء وعندهم فلوس وما سامحوش بنتهم علشان ما كملتش طب. لما رجعوا كمال هيفهم انه الجد مفيش امل منه، وقال لعفيفة تعالى اديك درس في الشغلانة، احنا قدام الناس عندنا توكيل عربيات والسياحة وعقارات، بس الحقيقة دي شركات لغسيل الاموال. كمال بيشتري الجيتار من اخو عفيفة بطريقة غير مباشرة علشان ما يكسفوش ويوافق ياخد الفلوس. كمال راح لعمه وقال له يمدد موعد التسليم بتاع عفيفة وامها. قال له ولا يهمك، انت عايز مني خدمة وانا عايز منك خدمة، يا ريت ترجع الشغل لانه عيلتك محتاجالك. عمه بيستغل فرصة المطعم علشان يرجعه الشغل. كمان راح يقابل عفيفة في مطعم بعيد عن بيتهم، طمنها انه اجل موعد السداد واداها الكتابات بتاعته علشان تساعدها في الكتابة، وقال لها انه مش هيكمل معاها في الكتابة وهيسيبها ويرجع لشغله مع عيلته. هي هنا فهمت انه التأجيل السداد كان تمنه يرجع يشتغل معاهم. عفيفة قرت كتاباته وفهمت هو كان حصل ديون بيعمل ايه وبيفكر بايه، وبعد ما خلصت قراية فهمت انه عنده شخصيتين، شخصية بتحب الخير وشخصية كلها شر ويأس، وفهمته الشخصية اللي هتكسب الشخصية اللي هتاخد بالك منها. عفيفة راحت لمحامية تسألها عن القرض اللي خدته معاها، بتقول لها انه الناس بتوع الديون الربوية الممتلكات زي البيت اهم عندهم من الفلوس. وفعلا نسيهان كانت عرفت سعر بيتهم من المطعم وهتحط الرقم في الورقة علشان المحكمة تديهم المطعم والبيت. في شرطي راح لكمال وقالوا يجي معاه الاسم عايزين يكلموه، وهناك عرف انهم بيراقبوهم من زمان ومركبين كاميرات وبيعرفوا كل حاجة. دول كمان عارفين انهم بيفكروا يجيبوا الفلوس من مصادر شرعية. قال لهم انتوا عارفين عننا كل حاجة بس مفيش عندكم اي دليل يودينا السجن، انتوا عايزين ايه؟ قالوا له بصراحة احنا مش فاهمين لو انت هتكمل معاهم ولا لا، عيلتكم شردت ناس كتير، خدت بيوت حرقت بيوت، بس هيجي اليوم اللي تقعوا فيه وانت هتدخل مؤبد مش زي زمان لما شلت تهمة ابوك وتهمة عمك، بس لو عايز تساعدنا هنساعدك. قال لهم اساعدكم ليه؟ عشان انتوا عايزين كده؟ لا مش هساعدكم، عيلته اهم من اي حاجة. كمان رجع وقال لعمه على اللي حصل. قدرت بيطمئنهم هم يعرفوا اللي هو عايزهم يعرفوه، واصحابه هيساعدوه مش هيسيبوه يقع. كمال بيروح مع نسيهان اللي هيتجبر يتجوزها يشوف بيتهم. في البيت ابوه بيقول له سيبك من نسيهان وركز مع عفيفة، البنت دي شبه امك اللي فضلت ورايا علشان اسيب العيلة واسيب القرف اللي بنعمله، في الاخر طفشت وسابتني. قال له لا هي سابتك علشان واحد تاني. قال له لا هم كانوا عايزينك تصدق العبط ده. قال له افترض انه الكلام ده صح، انا ليه ما رحتش وعلمت على الراجل اللي خدها ورجعتها؟ هم مش عايزينك تعرف الحقيقة. كمال تحسه مش مصدق كلامه. فاكرين نوري اللي في اول المسلسل اللي كان هيخلص على نفسه؟ جاي يزور كمال ومعاه بناته، بيشكره على الفرصة التانية، اخيرا قدر يرجع عيلته وبيقول له انت من هنا ورايح زي اخويا، انت تؤمر اي حاجة انت عايزها. عفيفة كانت قاعدة مع دفني وباين انها زعلانة علشان كمال. سألتها ايه هو السيناريو اللي كتبناه بقى حقيقة وحبيت البطل؟ كمال كان بيراقب عفيفة من بعيد، وعلشان يعرف اخبارها راح عند اخوها المطعم اللي بيشتغل فيه. عرف ان عندها مشاكل في كتابة السيناريو. علي قال له عيد ميلادي بكره، ايه رايك تيجي تطمن عليهم؟ فيدان وهي بتشتغل ابن صاحب المطعم ضايقها، علي اكيد هيدافع عنها والراجل قام يضربه، وكمال مستحيل يسكت وقال له انا مش عايز مشاكل ويا ريت ما تعملش حاجه انت مش قدها. الراجل كبرت في دماغه وبيهدده في مطعم ابوه. كمال ضربه وضرب الرجاله اللي معاه، وفي الاخر مسك في زمرة رقبته، والواد بيقول كلم ابوه يجي فورا. كمال قال له انا مش مستعجل، قول له يجي في اي وقت، وادي الكارت بتاعي، قول لابوك اسمي كمال ينكلار. كمال خرج مع علي وفيدان وقال لهم ما تقولوش لعفيفة اني كنت هنا، وقعدوا في مطعم قريب. بعد شويه بيجي ابو صاحب المطعم وبيقول له اتعلم عليا في مطعمك يرضيك كده، وخرج الكارت. ابوه اتخض لما شاف الاسم وقال له يا عبيط ما لقيتش غير ده تتخانق معاه، وعرفوه انه كمال قاعد في مطعم قريب. خد الواد ووقف قدامه بكل ادب. استاذ كمال الواد غلط ويا ريت لو تسامحه، الواد ما يعرفش انت مين. الواد اعتذر منه، قال له اعتذر لهم هم، بيعتذر لفيدان وعلي، وقال لرجالته هم كمان يعتذروا. بعدها قال لابوه الاتنين دول زي اخواتي، هياخدوا اجازه وبكره عيد ميلاده هتديه اجازه وكمان هتديه فلوس هديه، والراجل بيوافق على طول. كمان راح لهم المطعم ودى الجيتار لعلي كهدية عيد ميلاده. الجيتار كان هدية من أبوه وأكيد غالي عليه. عفيفة فرحت لما شافته، حاولت معاه يدخل المطعم بس ما وافقش، شكرته على كل حاجة ومشي. الموضوع ما خلصش لأن نسيان كانت بتراقبهم، وراحت واقتحمت الحفلة. كلمتها وقالت أنا ما كنتش أتوقع إنه ممكن يبص عليكي، وهي عارفة إنها حاولت كتير تقرب منه. بعدها قالت للناس إحنا نحتفل بعفيفة اللي بتجري ورا خطيبها، ولازم نقدر الشغل الكبير اللي بتعمله علشان توقعه. عفيفة قالت لها ما تسيبيه يختار. نسيان مش عايزة كمال يختار لأنها عارفة إنه مش هيختارها، بتهددها وبتقول لها هتبعدي عنه، والورقه بتاعت امك هحط فيها المبلغ وهتبيعي المطعم وتسددي الفلوس اللي عليكم. وهنا هنتاكد ان نسيان عندها مشاكل نفسيه. خرجت من المطعم ووقعت الاكل وهي بتغني عيد ميلاد سعيد.
في اليوم اللي بعده بيعلقوا لوحة مكتوب عليها عمارة للبيع. عفيفة بتقول لأمها المطعم والبيت طاروا. قالت لها مش مشكلة، نحاول مرة تانية، انت تكتبوا سيناريو كويس وعلي يألف أغنية، ولو على الجوع جوع أنا قبل كده، بس المهم نفضل مع بعض. كمال بيوصل أبوه المطعم وشاف اللوحة، نزل يعرف ايه الحكاية. علي قال له نستهان امبارح جت الحفلة، بيشوف الفيديو وشاف الست اللي عايز يتجوزها بتعمل ايه. راح لهم البيت وقال لها عملت كده ليه؟ مش قلت لك هنتجوز قريب؟ قدرت قال له مش جايز انت ما وفتش بالتزاماتك؟ قالت له شفتك عندها امبارح. قال لها حطيت هديه ومشيت. قالت له بس هي حاسه انه في حاجه بينهم. قال لها انت عارفه انه عندي كلمتي وهتجوزك، ليه دايما لازم اثبت نفسي ليكي كده كتير؟ ساب لها الخاتم وهيطلع بره البيت. نسليهان لحقته وسالته اكتر من مره لو بيحبها، بس هو ما قالش لا ايوه ولا لا. قعدت تعيط، مفيش حد هيحبه قدها، وهي كل اللي كانت عايزاه يعملوا عيله. في المطعم علي بيقول لاخته امه قاعده حزينه فوق، طلعت تطمن عليها وبيجي كمال بيتأسف لها. قالت له تتأسف ليه؟ هي اللي ضيعت البيت بإيديها. المهم هتقول لهم هي ليه متعلقة في البيت ده. هي وجوزها خدوا القرارات المهمة علشان المسرح في البيت، والكلام ده كان بحضور ناس مهمين جدا في عالم المسرح، وكتير من الأحيان بتفتكر ممثلين كبار كانوا موجودين عندهم في البيت بيتمرنوا على المسرحيات. ده أشهر ممثلة جت عندهم اسمها عفيفة جالي، وهي سمت بنتها على اسمها. أحلى الذكريات عاشتها في البيت ده، مش مصدقة البيت هيبقى لحد تاني. كمان قبل ما يمشي قال لها هو ونسليهان تركوا بعض وساب الشغل مع عيلته وهيبعد عنهم، ومشي من غير ما يوضح ايه الحكايه. نسليهان قاعده بتبص في الشباك ومفيش غير اغاني حزينه. بيجي دستان واخدها المطعم. قال لها بصراحه كمال راجل ما بيأثرش في حق عيلته ابدا. هي بتقول هي افتكرت لما دستان واخواته كانوا بيضايقوها، كمال كان دايما بيقف في وشهم. قال لها المعفن ده ازاي يسيبك؟ قالت له ما تغلطش فيه، هم سيطروا عليه علشان حته مطعم. نسليهان للاسف متعلقه بيه بشكل مرضي. دستان ما هنش عليه زعلها، دخل قال لهم بقى معقوله نديكم مهله ما اديناهاش لحد تاني وجزاتنا تحاولوا تاخدوا كمال مننا؟ قالت له ده احنا هنبيع البيت. قال لها يا ريت ما تتاخروش، ولو اتاخرتوا اتفرجوا هعمل فيكم ايه. بيهددهم وهو معاه مسدس. عفيفه وعيلتها بيخافوا. سالهم في حد عنده مشكله؟ بيجي العم محرم، شكلهم كده هيرجعوا الايام الشقاوه من تاني. دستان بيقول له مالكش دعوه يا عمي، قال له الناس دول في حمايتي، واسال ابوك انا كنت بعمل ايه في اي حد بيقلل من قيمتي قدام الناس. اسالوا ايه اللي عمله محرم المجنون بعيلة كاملة بعصاية حديد بس، واحد فيهم بقى أعرج والتاني بقى أعمى. اسألوا إيه اللي ممكن أعمله لو ضايقت حد من حبايبي. دستان أكيد مش هيفضل واقف وهرب. في البيت نسليهان ودعتهم خارجة رايحة مشوار، فضلت واقفة بتبص عليهم وهي بتعيط. ركبت العربية ومفيش غير أغاني حزينة، بعدها بتزود السرعة وخبطت وش في الحيط. الإسعاف جت شالتها وهيبلغوا أبوها قدرت اللي كلم عياله، والخبر وصل لكمال. راحوا للمستشفى وهي لسه في أوضة العمليات، وبعدها بيجي كمال. بعدها جت الشرطة قالت لهم نسليهان خبطت في الحيطة متعمدة تعمل في نفسها حاجة. خرجت الدكتورة وقالت لهم لحقناها وفي أمل، بس ما نعرفش إيه اللي ممكن يحصل، ممكن حالتها تتدهور في أي لحظة. نسليهان قبل الحادثة كانت بعتت رسالة لكمال بتقول فيها دلوقتي حاسس إنها يتيمة. في المطعم عفيفة عرفت الأخبار، بتقول كمال فسخ خطيبته وساب عيلته، كل ده بسببها. أمها قالت وانت مالك، هي اللي عملت فرحة كده. نسليهان خرجت من العناية المركزة وكمال فضل جنبها ومسابهاش خالص. بالنسبة ليه هو السبب في اللي حصل ليها. في شركة الإنتاج عفيفة قدمت المسلسل، والمنتجة بيعجبها المسلسل قوي. من وجهة نظرها المسلسل هينجح وهيكسر الدنيا، بس عندها سؤال، النهاية ليه مش سعيدة؟ قالت لها انت لازم تغير النهاية وتبقى سعيدة. ردت عليها النهاية مش هتقرب منها ولا يمكن تغيرها، بالنسبة ليها ما الحب إلا الفقدان. كمال كلم صاحبه وقال له الفلوس بتاعة المشروع الحلم هو محتاجها حالا. عفيفة وأمها كانوا بيتفقوا مع المشتري على سعر المطعم. بيجي تستنى بيكلمها على الانفراد، قال لها خد الورقة اللي عليها مدة أمك. سألته في إيه؟ قال لها في حد سدد الدين اللي عليكم، الورقة عندك قطعيها اعملي اللي أنت عايزاه بس ابعدوا عن عيلتنا. كمال راح لعمه واداله فلوس وقال له يقفل دين الست بديعة. قال له مين الكريم اللي دفع؟ كمال مش هيجاوب. عفيفة سألت دستان مين اللي دفع؟ قال لها هو في غيره؟ كمال. وما تسأليش كتير لأنه كمال ما بيحبش يتكلم. قامت اعتذرت من الناس اللي هيشتروا وبشرت أمها مش هيبيعوا البيت، وأخيرا قطعت الورقة. عفيفة كلمت كمال عايزة تقابله. أخوها علي عايز يسافر يحقق حلمه، والأخبار الحلوة إنه فدان أمها عقلت وطردت جوزها وهترجع بنتها البيت. بديعة بتقول لمحرم الأخبار الجميلة وأكيد هيفضل يساعدها في المطبخ. كمال اخيرا بيقابل عفيفة، هي بتقول انها هتحاول على قد ما تقدر تديله الفلوس بتاعته. بيقول لها مش عايز. المطعم كان اول مكان يحس فيه بالانتماء والتفاصيل الحلوة، الحيوانات والنباتات. المطعم كان مكان بيرتاح فيه هو وابوه، وما هنش عليه يتباع. هي مش مديونة ليه باي فلوس، هو كان بيحمي المكان اللي بيحبه. عرفت ان نسليهان هتبقى بخير، قالت له انها عارفة ان الموضوع كان صعب عليها وعليك وعلى عيلتك،
كان نفسها تقوله يفضل في المكان اللي بيحبه، بس للأسف لازم يرجع لها ويرجع لعيلته. نسيهان لو جرى لها حاجة مش هنستحمل نعيش بذنبها. كمال بيسيب ايدين عفيفة وهي بتودعه والدموع في عينيها. نزلت فيديو بتقول للمتابعين هتاخد اجازة، عندها مسلسل لازم يخلص، بتنصحهم يكتبوا اللي بيفكروا فيه من غير ما يخافوا من الفشل. كمال رجع لعيلته بعدها اطمن على نسيهان. بنسمع صوت عفيف في الخلفية بتقول هي ما تعرفش لو حبها لكمال كان حب عابر ولا حب حقيقي، وبالنسبة ليها النهايات السعيدة مبالغ فيها. واخيرا بتقول لو هتكتب قصة او هتعمل اي حاجة في حياتك حاول فيها لحد ما تنجح.